لا 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 خليك في البيت. اهو ده بالظبط بقى اللي عمله فان جوخ. الراجل ده كان موهبه جباره لدرجه ان هو كان زي ما بيقولوا كده بيشخبط تحف، رغم ان في حياته رسم اكتر من 2000 لوحه. بس تخيل بقى هو باع كام واحده منهم في حياته كلها؟ 4-5 لوح بس. كمان مات وهو فاكر نفسه ان هو فاشل. فكتير مننا عندنا جوانب كتير قوي في حياتنا ثقتنا في نفسنا فيها قليله جدا بسبب تنمر مرينا بيه، خبرات ما كانتش ناجحه قوي، مقارنات اهلنا حطونا فيها، وهكذا. فالترجم ده لحاجه من الاثنين، يا اما تشكيك اني ما عنديش مواهب وقدرات اصلا، اللي هو انا ما عنديش حاجه خالص، او ان الموهبه واضحه جدا عليا وكل الناس شايفاها فانا مش قادره انكرها، فاشوف ان انا نفسي برضو مش قادر ان انا اتعامل معاها او مش قادر ان انا استغلها للاحسن حاجه. فبنحاول ان احنا نعمل جوانا كده خطه وهميه هنمشي عليها علشان نبني ثقتنا بنفسنا. لبس معين هلبسه، شكل هوصل له، او منصب معين او فرح عايز اعمله بالشكل الفلاني، شايف ان انا لما احقق الحاجات دي ساعتها اقدر اثق في نفسي. والاكشن بلان دي اكيد انت متخيل جواك كده انك غالبا مش هتعرف تحققها كلها، والاكتر بقى انك لو حققتها كلها ممكن ما تلاقيش نفسك واثق في نفسك قوي زي ما كنت متخيل. فخليني اخدك معايا بقى في رحله لكتاب الاعمده السته للثقه بالنفس لناتانييل براندر. الكتاب ده بيفترض ان الثقه بالنفس كانه مبنى متثبت على 6 اعمده، والكاتب بيشبه الثقه بالنفس كانه ضعف كالسيوم، عدم وجوده مش بيشكل خطر مباشر، لكن بيضمن ان جسمك اللي انت مكمل بيه ده ضعيف جدا. فضعف ثقتك بنفسك بتخلي كيانك اللي بتواجه بيه العالم هش، مش عارف تعمل بيه حاجه، متراجع، مش عارف يفتح بيبان لنفسه، مش عارف ان هو يثبت نفسه في الحياه. بس في الاول خلينا نتكلم كده عن شخصيه مايكل جوردن، اللي كان عنده عدم ثقه بنفسه بسبب رفضه في الفريق المدرسي لكره السله، الا انه في الاخر عرف ينقذ موهبته. العمود الاول بقى في الكتاب ده انك تعيش بوعي. الذهن والادراك ده موجود في الانسان بس من كل مخلوقات ربنا، فربنا ميزنا بيه عشان ندرك ونفكر في اهداف حياتنا. فاللي عمله مايكل جوردن هنا انه عرف نقطه ضعفه وعرف يشتغل عليها بشكل واعي ومستمر. العمود الثاني بقى اللي موجود في الكتاب هو قبولك لذاتك، اني اشوف نفسي بشكل متزن، انا عارف مميزاتي، متقبل ان في الناحيه الثانيه في عيوب وهتاخد وقت عشان اصلحها. وده اللي عمله مايكل جوردن، انه تقبل الرفض والفشل كجزء من رحلته وما خباهوش او خاف منه. العمود الثالث بقى وهو مهم جدا انك تشوف نفسك مسؤول عن حياتك مهما كان اللي حصل. سهل قوي ان انا اعلق الشماعه على الظروف وعلى الناس، لكن في الحقيقه ان ده ما بيساعدنيش، ده بيخليني اشوف نفسي حتى مش عارفه اساعد نفسي. فانت الحته دي بتاعتك ما حدش هياخدك كده من ايدك ويقول لك معلش تعالى انا هاجي اصلح لك حياتك. واللي عمله مايكل جوردن بقى ان هو شاف نفسه المسؤول عن نجاحه مش المدرب، مش اي هيئه او اي حد بيعمل له سبونسرشيب. رابع عمود بقى هو عمود التاكيد الذاتي، انك عارف نفسك ومش متاثر باللي حواليك هما بيعملوا ايه، انت من جواك مقرر هتعمل ايه وهتعيش ازاي ومكمل ان انت تلتزم بده. كمان محدش يقدر ان هو يكون بيغير التزامك بمبادئك، انت كل ما بتعيش بمبادئ مختلفه عنك عشان ترضي الناس وعشان تكون مقبول من المجتمع، كل ما ثقتك في نفسك قدام نفسك بتتهز. وده اللي برضه اللي عمله مايكل جوردن، ان من جواه كان عنده ايمان وتصديق انه يستحق ان هو يكون الافضل، كان بيعبر عن ده في الملعب وكل مره بتتيح له فرصه ان هو يعمل ده. خامس عمود بقى انك تكون عايش حياتك كلها عندك هدف كبير، ودي ممكن نقول ان هي تكمله للنقطه الاولانيه، بس الفرق هنا هو البراكتس، الحاجه اللي بتعملها فعلا. وهنا انك هتبدا تعمل حاجه للهدف الكبير اللي في دماغك، ما تبقاش بس فكره في دماغك خلاص. وهنا الكاتب بيقول لنا عن جاك، واللي كان حلم حياته ان هو يكون مؤلف، واللي وقف قدام حلمه الكبير ده هو الممارسه، انه عمره ما جرب فعلا ان هو يكتب، اللي اكيد كان فيه وقت هيكون فيها فشل، بس الاكيد برضه انه مع الوقت كان لازم هينجح. واكيد ان هو ثقته في نفسه احبطت، لانه قدام نفسه كان شايف ان هو مش عايش للهدف الكبير اللي هو عايزه، وانه حتى ما حاولش ان هو يحقق حاجه. وده هنا بقى عكس اللي عمله مايكل جوردن، ان هدفه كان واضح جدا قدامه، ان هو لازم هيكون الافضل في لعبته، وده وجه كل قراراته اللي خدها بعد كده للهدف ده بس. ثالث عمود بقى هو النزاهه الشخصيه، وده العمود الاخير في الكتاب. فانك اول ما بتكسر قانونك الاخلاقي الشخصي او الحاجات اللي انت مصدق فيها او مبادئك العامه، هنا اوتوماتيك في شعور بالدونيه بيحصل جواك. فعشان كده خليك دايما مركز انك تلتزم بالمبادئ الشخصيه اللي انت مصدق فيها، ومش اي حاجه تخليك ان انت تتنازل عن المبادئ دي. وده اللي عمله مايكل جوردن بالظبط، انه يلتزم بالقيم بتاعته وبتاعت اللعبه، زي التمارين والانضباط واحترامه لمدربه وللاعبين وللجمهور، وده حتى بعد الشهره المفرطه. عشان كده في الاخر عايزه اقول لك ان الثقه بالنفس هي مش مجرد شعور، دي ممارسه يوميه انت بتحتاج تعملها كل يوم. لو خدت بالك ان ال6 اعمده ما فيهاش خالص الناس هتعمل معايا ايه، لكن فيها انا هشتغل على ايه في جوانب مختلفه عشان ازود ثقتي بنفسي. مايكل جوردن ما كانش ناجح لانه موهوب بس، لكن لانه امن بنفسه، طبق العمق النفسي اللي اتكلم عنه ناتانييل براندر. في الاخر خليني اقول لك ان الثقه بالنفس مش حاجه هتوصلها في يوم وليله، وان كتير جوانا بيبقى في حاجات محتاجين نشتغل عليها سنين، بس الموضوع يستحق ان انت ما تقفلش البيبان اللي ممكن تتفتح لك كتير قوي، وما تضيعش على نفسك فرص كتير قوي بسبب ان انت مجرد مش واثق في نفسك. في الاخر انا مريم عزت، وده انفو ببساطه. ما تنسوش لايك وفولو، تابعونا على الانستغرام.